بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم. جيتكم اليوم وجبت لكم وصفة خفيفة. كما تعرفوا معظم الناس يحبوا لي ساندويتش والوصفات الخفيفة كما هكذا. وهذه الوصفة هي شاباتي تونيزيان، وهذا الشاباتي بزاف بنين. تبعوا معايا الوصفة برك على بالي راح تعجبكم. نبداو إذا نوجدوا في العجينة. واش عندي فيها 4 كيسان تاع الفارينة، وعندي كذلك كاس سميد ناعم. تحبوا تستغنوا عن السميد تعوضوه بالفارينة. وزيد ضفت مغرف ونصف تاع خميرة الخبز كما راكم تلاحظوا. وزيد ضفت كذلك مغرف كبيرة سكر وضعت على الخميرة. وهنا ضفت مغرف صغيرة ملح. زدت هنا مغرف كبيرة معمرة حليب بودرة. وهنا عندي نصف فنجان زيت عادي، تقدروا تستعملوا زيت الزيتون. وكإضافة من عندي زدت شوية سانوج. نخلط كامل المقادير مليح مع بعضهم قبل ما نضيف الماء. هنا بديت نضيف الماء الدافي بالعقل حتى تتلم العجينة. وكمية الماء تختلف حسب نوعية الفارينة والسميد، كاين اللي يشرب وكاين لا. وهنا بعد ما لميتها لازم تكون طرية، معناتها ما تكونش تتلصق في اليد وما تكونش يابسة. هنايا استعملت العجانة لربح الوقت برك. انتوما تحبوا تعجنوها بيديكم مدة 10 دقائق مليح. هنا بعد ما تعجنت مليح نغطيها بمنديل ونخليها تخمر في جهة دافية حتى يتضاعف الحجم تاعها. وهنايا بعد ما خمرت العجينة مليح وتضاعف حجمها، واش راح ندير؟ راح نحاول نهبط لها هذيك التخمار كامل كما راكم تلاحظوا. ننزعها من العجانة ونروح ونوضعوها على مكان العمل. ضفت هنا شوية تاع الفارينة باش نوضع العجين. هنا نبدأ نشكل العجينة على شكل حربوش كما راكم تشاهدوا. ونبدأ نقطع فيها. أول حاجة نقسمها على 2، وكل نصف نقسمه على 4. جاوني لهنا 8 خبيزات متوسطين. وانتم تحبوا ديروهم شوية صغار قسموا العجينة على 10 ولا 12 الحبة. وهنا شوفوا كيفاش الطريقة نكورهم بيدية. بعد ما نكورهم كامل نغطيهم باش ما ينشفوليش، ونبدأ مباشرة نشكل فيهم. هنا نرش شوية تاع الفارينة ونجيب الحلال ونبدأ نحل فيها بهذه الطريقة. لازم ديروها مدورة مليح كما راكم تشاهدوا باش يجي الشكل شباب. وهنا شوفوا السمك تاعها كيفاش جا حوالي 1 سنتيم. هنا باش تجينا بعد ما تطيب متوسطة، ما راهيش خشينة بزاف وما راهيش رقيقة. نكمل نفتح كامل الكويرات اللي تحصلت عليهم بنفس الطريقة، ونخلوها تخمر واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة. المهم ما تخلوهاش تطول بزاف بعد ما تفتحوهم. هنايا بعد ما سخنت المقلة ولا الطاجين نتوما استعملوا اللي عندكم. نوضعوا الخبيزة تاعنا الاولى طيب، ما نخلوهاش بزاف. غير نشوفوها تحمرت شوية نقلبوها، ونقعدوا كل خطرة نقلبوها حتى تتنفخ هكذا. كيف تتنفخ لكم الخبيزة تاعكم اعرفوا باللي هذا الخبز ناجح 100%. وهنا راني نحمر فيه من الجوانب بهذه الطريقة. بعد ما نطيبه مليح نحيه
ونكمل كامل الكمية اللي كانت عندي. هنايا بعد ما كملت طيبته، شوفوا كيفاش يجي بزاف خفيف وفارغ من الداخل. وهذه الوصفة من أروع ما يكون. نروح هنا نبدأ نحضر في الأومليت، يلي هي من المكونات الأساسية في الشاباتي. عندي هنا 6 حبات بيض، نضيف عليهم شوية بصل، ونزيد عليهم شوية معدنوس وشوية تاع الملح. تقدروا تضيفوا الجبن المبشور. نبدأ نخلط كامل المكونات مليح، ونحضر مقلة تكون متلصقش. نوضعها على النار وندهنوها بشوية تاع الزيت. ونبدأ هنا نضيف نصف الأول تاع الأومليت، لأنه قسمت الكمية. هنا تحبوا طيبوا كل حبة وحدها تاع البيض، لكم الاختيار. الآن باش نبدأ نحضر الشاباتي تاعنا. عندي الأومليت اللي شاركتها معاكم، قلت لكم من المكونات الأساسية للشاباتي. عندي حميص كنت مجدتها من قبل، وعندي شوية تاع الزيتون، وكذلك الهريسة والفرماج الطلي. وراح نستعمل الطون كما الوصفة الأصلية. واللي يحب يضيف المايونيز ممكن يضيفها. وهنا الحشو اختياري، تحبوا تضيفوا ولا تنقصوا في المكونات. نفتح وحدة قدامكم ونبدأ نعمر فيها. أول حاجة ضفت الهريسة مع الفرماج ولا الجبن. على بالكم التوانسة يحبوا الحار، انتوما إذا ما تحبوش الحار تقدروا تستغنوا على الهريسة. ونزيد نضيف شوية حميص كما راكم تشاهدوا. ونزيد كذلك الأومليت، ونزيد الطون. قلت لكم الحشو كما حبيتوا نتوما، تحبوا تزيدوا الفريت ولا تعوضوا الطون باللحم، لكم الاختيار. نكمل هنا نضيف له جبن الشرائح وشويه مايونيز. هنا نغلق على الشاباتي تاعنا ويكون واجد معانا. هنا راح نقسم حبه قدامكم. هنا شوفوا الشاباتي بعد ما قسمته جاي شاهي بزاف بنين. ما عندي ما نحكي لكم، جا من أروع ما يكون. جربوا الوصفة، على بالي راح تعجبكم. وفي الأخير نقول لكم ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي.